انا دايما بقول للمصريين ان احنا الدوله الباقيه، وحضرتك النهارده بتتكلم على ان في دول في الاقليم هتختفي. انا مسؤول عن كلامي. طيب ماذا عن الدوله الباقيه؟ مش هتتوجد على الباقيه؟ الخريطه ولا هتتوجد في الامم المتحده ان بقيت الامم المتحده ال10 سنين دول. طيب ماذا عن الدوله الباقيه، الدوله المصريه؟ لا دي ما فيهاش كلام، لانه الشعب ده بقى له الاف السنين اصلا يا ما شاف. ما فيش اللي جاي مهما كان خطورته مش هيكون بخطوره ما شاهدناه اصلا قبل كده. يعني كان ذكاء مني ان نتكلم ان على مصر اللي حاولوا يغيروها فيلاقوا لها ترجمه تبقى ايجيبت. ومش كده بس، مصر المفروض ما عادش قدامنا بديل غير ان تقود المنظومه العربيه. نحن الذين سنقود المنطقه، شاء من شاء ايضا وابى من ابى، لان هو ده البديل الوحيد الباقي. لا تركيا هي اللي هتقود المنظومه، ولا ايران اللي هتقود المنظومه، ومنطقي اسرائيل كمان ما تعرفش تقود المنظومه. ما عادش فاضل غير مصر وناجيه باذن الله. بقيه في حدودها. اللي هيحصل ايه في حدودها؟ بالعكس، ربما تزداد حدودها طوعا وليس كرها، لكن ننتقص من حدودها لا، مش هيحصل. بس الجمله الخطيره اللي بتقولها ما انا عارف ان ربما قايلها من سنين وقايلها عندك كمان. ربما يزداد طبعا. لان اصلا هي 3.5 مليون كيلومتر مربع مش مليون واحد. الكلام ده انا مسؤول عنه، والكلام ده كراجل بيفهم فيما هو جيوسياسي، بيفهم كويس وليه سمعه كويسه. 3.5 مليون راجعين، ان كان في عمري عمرك بس راجعين وطوعا. الخرايط هتتغير تقصد طوعا بمنادات ناس هذه الاراضي هم اللي هيواجهوه بكل حاجه، ده هيقلبوا الدنيا. ملناش حل غير ان نكون جزءا